واجيب لك العلاج، والله العظيم والله العظيم اول ما ربنا يكرمني هرجعهم لك وهجيبهم لك. طبعا انا مسخسخه مش حاسه بحاجه، راح سالت من ايدي الدبله والمحبس ونزل باعهم، وجايب لي عربيه تحت البيت. ويلا نروح على الدكتور. رُحنا كشفنا عند الدكتورة، قالت إن أنا عندي هبوط وأنيميا ولازم أتغذى ولازم مش عارفة إيه، وكتبت لي كده على فيتامينات وحاجات كده كتير آخُدها، وراح اشترى أكل واشترى الأدوية واشترى الحاجات وطلع البيت. فأنا قُلت له: "هو أنت بِعت الدبلة والمحبس؟" قال لي: "لأ، بِعت المحبس بس الدبلة معايا يعني." قُلت له: "طَب أنا عايزة الدبلة بعد إذنك." فلبست الدبلة، وطبعًا هو المصاريف اللي صرفها في الدكتور والأكل اللي جابه مش بفلوس المحبس كلّها. جيت الأسبوع اللي بعده المفروض إن أنا أروح الاستشارة بتاعة الدكتورة، فباقول له ميعاد الاستشارة وكده، قال لي: "معييش فلوس." قُلت له: "يعني إيه معاكش فلوس؟" قال لي: "والله معييش فلوس." قُلت له: "هو أنت مش حضرتك خدت المحبس بِعته علشان يبقى معاك فلوس وعشان تجيب أكل في البيت؟" قال لي: "الفلوس اتصرفت، هو أنتِ فاكرة يعني المحبس ده هيجيب كام؟" طبعًا هو كدّاب، مش ده اللي حصل. بس لقيته بقى بيعيّط، أنا أعمل إيه، أنا غصبٍ عني والله أنا ما عارف، أنا حاسس إن الدنيا أكبر منّي، أنا حاسس إن أنا غلطت لمّا اتجوّزت، أنا مش عارف أنا اتجوّزت ليه، أنا والله العظيم باحبِّك بس مش عارف أعوّضِك، صِعب عليّا. خَد الدبلة راح باعها عشان نكمّل متابعة مع الدكتور. طبعًا خلاص يعني الدبلة والمحبس الله يرحمه، فبدأ يقترح عليّا إنّي أروح أقعد عند أختي. فقُلت له: "إزاي وما ينفعش وجوزها وما يصحّش." قال لي: "عادي، أي واحدة بتحمل بتروح عند أمها، في حال إن أمها مش موجودة بتروح لأختها الكبيرة المفروض إن هي أمها." فقُلت له: "لأ أنا مكسوفة وما ينفعش." مش عارفة إيه، لقينا الباب بيخبط، بابُص لقيت أختي سبحان الله زي ما يكون يعني جاية على السيرة، دخلت سلِّمت عليَّ وقعدت وإزيِك وإزي حالِك وإزاي الحمل ومش عارفة إيه، وهو سابنا ودخل الأوضة. فبتبُص لي وزعلانة، فباقول لها: "في إيه؟" بتقول لي: "اتبهدلتِ أوي." فباقول لها: "يعني إيه؟" قالت لي: "شكلِك اتبهدلتِ أوي، أنتِ يعني لو بتنزلي تشتغلي في الشارع مش هيبقى شكلِك مبهدل كده." قُلت لها: "الحمل والتعب." تقول لي: "أنتِ خسيتِ ليه كده أنتِ ما بتاكليش يا بنتي؟" قُلت لها: "لأ الحمد لله باكل." المهم إيه، سلِّمت عليَّ وادّتني فلوس في إيدي وخدت بعضها ومشيت. فطلع من جوّه بيقول لي: "كويس إن هي ادّتِك فلوس." فقُلت له: "أنت عرفت منين؟" قال لي: "ما طبعًا أكيد هتدّيكِ فلوس، يعني هي هتيجي ولا جايبة أكل ولا جايبة حاجة وعارفة إن أختها حامل أكيد هتدّيكِ فلوس." قُلت له: "أنا داخلة أنام عشان تعبانة." دخلت حطيت الفلوس في الدرج ونمت، تاني يوم صحيت جعانة عايزة آكل، بافتح الدرج ما لقيتش الفلوس، خدها الله أعلم عمل بيها إيه. فضلت على هذا الوضع كذا شهر بنفس المنظر، ولا أكل ولا أي حاجة. وأمه تذلّني على القرش، وحملي تعبت في حملي، مش عارفة أعمل إيه، لحد ما جه لقيته بيقول لي: "أنتِ فاضل لِك 3 شهور وتولدي." قُلت له: "تمام." وأمي قالت إن هي مش هتدفع جنيه في فلوس الولادة، فقُلت له: "ما هتدفع ليه المفروض أنت اللي تدفع." قال لي: "بالضبط كده، المفروض أنا اللي أدفع، فالمفروض أنتِ الكام شهر دول تروحي تقعدي فيهم عند أختِك علشان أنا أعرف أحوّش قرش وأدفع لِك فلوس الولادة، غير كده أنا مش هاعرف أدفع فلوس ولادة." فأنا كلّمت أختِك وقُلت لها إن أنتِ تروحي تقعدي معاها علشان إيه، أعرف أحوّش وكده. قُلت له: "أنت كلمتها من ورايا." قال لي: "ما أنتِ قُلت باقول لِك قولي لها أنتِ مش راضية." وفعلًا لقيت أختي جاية هي وجوزها خدوني ورُحت قعدت عندهم. أختي ما قصّرتش معايا في حاجة. بقت أتابع مع الدكتور، وجابت لي كل الفيتامينات اللي أنا محتاجاها، وبقت تغذيني ومخلية بالها عليَّ. فأنا محتاجة حاجات من البيت، قُلت لأختي إن هي تروح تجيبها لي علشان خلاص ميعاد الولادة قرّب، وأنا محتاجة هدومي وحاجتي من هناك. فإحنا عارفين إن جوزي في الوقت ده في الشغل، هو بيروح الشركة الصبح وبيرجع بالليل. فراحت ولقيتها ما اتأخرتش وراجعة وشها مقلوب وما أعرفش مالها، ومش جايبة لي الحاجات اللي أنا قُلت لها عليها كلّها. فباقول لها: "في إيه؟" قالت لي: "ما فيش حاجة." أتاريها لمّا راحت هناك لقت الباشا جايب أصحابه وقاعدين في البيت وعاملها غُرزة، وهي طبعًا اتخضِّت لمّا لقيتهم هناك، ففضلت مستنية برّه، جاب لها الحاجات اللي قال لها عليها ومشيت، وهي ما رضتش تقول لي ساعتها وتتكلم علشان كان باقي لي كام يوم وأولد وخايفة عليّا من التعب. فلقيت أختي
قبل ولادتي بيوم بتفتح علبة الدهب بتاعتها وبتاخد منها حاجة، فباقول لها: "أنتِ هتعملي إيه بدي؟" قالت لي: "هابيعها." فباقول لها: "ليه؟" قالت لي: "عشان ولادتِك." قُلت لها: "لأ، يعني جوزي هيدفع كده في فلوس الولادة." فقالت لي: "مش هيدفع حاجة، جوزِك مش هيدفع حاجة." فباقول لها: "ليه؟ ده بقى له 3 شهور شغال، يعني المفروض إن هو هيدفع فلوس الولادة." قالت لي: "طيب، أنا كده هابيعها وأخلّي فلوسها معايا، والله دفع كتّر خيره، ما دفعش أنا مش هاسيبِك تتبهدلي." وراحت باعت حتّة من دهبها علشان تدفع لي فلوس ولادتي. رُحنا المستشفى مع الدكتورة اللي إحنا كنا بنتابع معاها وكده، فالمفروض إن أنا قبل ما أدخل يدفعوا فلوس الولادة، فهو عامل عبيط، جوزي عامل عبيط من بينها، واقف جنبي عمّال يطبطب عليَّ ومعلش ومش عارف إيه، وأبوه وأمه واقفين عاملين من بينها برضه كأن ما فيش أي حاجة خالص. فأختي راحت مطلّعة عشان ما تحرجنيش أكتر من كده، راحت مطلّعة الفلوس ودافعاها كلّها. دخلت ولدت وطلعت، هُم طبعًا مش في دماغهم ولا أي حاجة. أختي كانت جايبة ليّا أكل وحاطاه، فلقيت جوزي فاتح الأكل بتاعي وقاعد عمّال ياكله جنبي وأنا نايمة في السرير، فبتقول له: "إيه ده، أنت بتاكل أكلها ليه؟" فقال لها: "أكل إيه، هو أنتِ مش جايبة لنا أكل؟" قالت له: "لأ، وأنا هاجيب لك أنت أكل ليه؟ أنا جايبة لها هي أكل." قال لها: "بالراحة، أنتِ بتتكلمي كده ليه؟" قالت له: "باقول لك إيه، اطلع برّه." قال لها: "لا، لا، مش طالع برّه، أنا قاعد مع مراتي." فسابته وخرجت وهي طبعًا بتغلي، بتاكل في روحها. روّحت معاها البيت، بدأت إن هي ترعاني وكده لحد ما وقفت على رجلي وقُلت لها: "أنا عايزة أروّح بيتي وكده." قالت لي: "ماشي." روّحتني البيت وبدأت إن هي إيه، تجيب الحاجات اللي ناقصة وخلاص بقى هي وجوزها على آخرهم، فلّسناهم حرفيًا. وهو ولا على باله ولا في دماغه ولا أي حاجة. في الفترة دي أختي بدأت تقنعني إن أنا أسيبه، وإن هو مش نافع، وإن خلاص يعني أشتري نفسي. فأنا قُلت لها: "يعني ابني اللي اتولد ده هيعيش من غير أب؟" قالت لي: "والله الأب اللي زيه يعني قِلّته أحسن، اقعدي يا بنتي في شقة أبوكِ وأنا مش هاسيبِك، وأمّا تقفي على رجليكِ شوية اشتغلي وربّي ابنِك وابعدي عن البني آدم ده، البني آدم ده مش كويس." فهي بدأت تقنعني الفترة الأخيرة وهو حَس فبدأ إن هو مش طايقها. لمّا يشوفني باكلمها يروح ناتش التليفون من إيدي، بدأ يتخانق معاها، بدأ يغلط فيها، بدأ يشتمها، بدأت تحصل ما بينهم مشاكل كتير. لمّا رجعت بيتي بدأت ألاحظ إن في حاجات في البيت ناقصة، حاجات من هدومي، حاجات من المطبخ، أنبوبة البوتاجاز كان في منها 2 بقى في منها واحدة، سخّان كده كانت جايباه لي أختي مش موجود. واحدة بدأت أحس إن في حاجات في البيت ناقصة، فاتخانقت معاه، قعدت أقول له: "فين حاجة البيت؟ أنا مش لاقية حاجة البيت، حاجة البيت ناقصة، أنت بِعتها، الحاجة راحت فين؟" فلقيته بيعيّط، فباقول له: "أنت بتعيّط ليه، في إيه؟" قال لي: "بُصّي بصراحة أنا عايز أصارحِك." فقُلت له: "إيه؟" قال لي: "أنا ما باعرفش أشتغل عند حد، هو أنتِ فاكرة إن أنا مش عايزة أخلّيكِ أحسن واحدة في الدنيا وأجيب لِك كل اللي أنتِ عايزاه؟ أنا كان نِفْسي أدفع فلوس الولادة بس والله العظيم أنا ما باعرفش أشتغل عند حد، أنا لمّا باروح أشتغل عند حد هو بيعاملني بأسلوب وِحِش، بيبقى عنده دقة نقص، بيكلمني وِحِش، فأنا باتخنق كلمة مني كلمة منه بامسكه أضربه، أنا ما باقدرش أشتغل عند حد، وأنا والله العظيم ما هاسيبِك ولا هاسيب ابني وأنا عايز أبقى معاك." ففضل يبكي ويبوس على دماغي ويقول لي: "أنا باحبِك ونِفْسي أعوّضِك ونِفْسي وهابقى كويس والله العظيم وهاسمع الكلام وهابقى مش عارفة إيه." فأنا يعني قُلت طيب الحمد لله هيتغيّر. قال لي: "بس يعني أنا نِفْسي أفتح مشروع، والله العظيم أنا حظّي قليل في الدنيا، ما ليش حظ وأمي بتعاملني وِحِش وأنتِ كمان ما بقيتيش تحبّيني وابني اللي جاي الدنيا ده الله أعلم هيحبّني والّا لأ، أنا نِفْسي أفتح مشروع أقف على رجلي." قُلت له: "ماشي يعني أنت هتجيب فلوس المشروع ده منين؟" قال لي: "بُصّي، أنا عندي طريقة نجيب بيها فلوس المشروع، بس الأول أثبت لِك إن أنا كويس." قُلت له: "يعني إيه؟" قال لي: "يعني أثبت لِك إن أنا راجل وإن أنا نِفْسي أساعدِك وإن أنا نِفْسي أصرف على البيت وإن أنا نِفْسي أبقى حد كويس، بس والله العظيم غصبٍ عني، هاقول لِك على سِر ما حدّش يعرفه." قُلت له: "إيه؟" قُلت له: "قُل." قال لي: "بُصّي، أنا بصراحة واحد صاحبي كده ضحك عليّا وادّاني كده حاجة أشربها وللأسف يعني بقيت أشرب." قُلت له: "تشرب إيه؟" قال لي: "أشرب الحاجات اللي الشباب بيشربوها." قُلت له: "يا نهار أسود! مخدرات؟"
قال لي: "بُصّي والله العظيم أنا ما كنتش عايز، وأنا والله العظيم غصبٍ عني، وأنا ما كنتش أعرف ومنّه لله." بُصّي أنا هاقول لِك على حاجة، أنا قطعت علاقتي بصحابي كلّهم، وأنا هاقعد في البيت مش هاعمل أي حاجة، وهاسمع الكلام وهانسحب. فقُلت له: "يعني إيه؟" قال لي: "خُشي كده على النت دوّري وشوفي." قُلت له: "ماشي."